مساء الخير عليكم ورجعت لكم فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر. والنهاردة راجعة بحوار التربية الحديثة والتربية القديمة، لأن في الفترة الأخيرة بصراحة أنا بسمع حاجات كتير جدا، وبشوف حاجات من الناس اللي حواليا أو من الأهالي اللي عندهم أطفال، يعني حاجات عجيبة شوية. فطلع أتكلم عن الموضوع، لعل وعسى يكون خير للناس اللي هم فاهمين التربية الحديثة غلط. يا جماعة، التربية القديمة كان فيها قسوة وكان فيها شدة وكان فيها إن إحنا ممكن ساعات ما كناش نعبّر عن رأينا، بس كانت فيها حاجات كتير حلوة. أول حاجة إحنا كبرنا على إن إحنا نعرف حدود، يعني أهالينا علّمونا حدود واضحة بين الصح وبين الغلط. أهالينا علّمونا إن إحنا نحترم الكبير اللي أكبر مننا، علّمونا إن في أسلوب معيّن لمّا إحنا نيجي نتكلم مع حد كبير، أنهي أسلوب نختاره. كان عندهم شدة وقسوة، بس كان في حُب، ده كان نابع من الحُب. أنا طبعًا ما باقولش إن دلوقتي الأهالي مش بيحبّوا أطفالهم، بس أنا شايفة إن هُم فاهمين التربية غلط. إحنا دايمًا زمان الواحد لمّا كان يُقف قدّام مامته وباباه كان تحس إن هو بيرتعش، يعني هو من كتر اللي هو خايف إن هو بيرتعش. وفي ناس دلوقتي حاليًا، يعني في ناس بيحسّوا نفس الإحساس لمّا بيكونوا رايحين شغلهم للمدير، تخيّل بقى أمك وأبوك. فالتربية القديمة كان ليها قواعد ومبادئ ما ينفعش إن إحنا نتخلّص منها، وما ينفعش إن إحنا نقول عليها قديمة للأسف. لإن دلوقتي التربية الحديثة طبعًا قايمة على إن الطفل بيتسمع، وإن هو بيكون له رأي، وإن أنت بدل ما تقمع طفلك تفهمه. آآ بس لازم نتعلّم في الآخر إن إحنا ما ينفعش نخاف نقول لأ لأطفالنا، لازم نعلّمهم الحدود الواضحة اللي ما بين الصح والغلط، ولازم نعلّمهم زي ما إحنا اتعلّمنا إن هُم يختاروا أسلوبهم لمّا ييجوا يكلّموا حد أكبر منهم، ولازم نعلّمهم إن ما فيش حاجة اسمها تربية حديثة وتربية قديمة، لازم نعلّمهم إن في صح وغلط، وإحنا ناخد الصح، سواء أنتم عايزين تسموها تربية حديثة أو تربية قديمة، فإحنا ناخد الصح من هنا والصح من هنا ونعلّمه لهم. لازم نعلّمهم إن التربية مش fashion، التربية مبادئ، وما ينفعش إن إحنا نتخلّى عن مبادئنا، سواء دلوقتي في الجيل ده أو في الجيل اللي فات. المبادئ ما ينفعش إن هي تتجزأ، ما ينفعش نجزأها، أصل معلش المبادئ دي belong للجيل اللي فات والمبادئ دي للجيل ده. دي طبعًا وجهة نظري، لإن أنا باشوف حاجات كتير جدًا. أنا طبعًا مش عارفة آخُد لكم المثال ده والّا يعني مش عارفة أقوله على الكاميرا والّا لأ، لإن هو مثال صعب شوية. أنا كنت باشتغل مع واحد زمان، هو كان شغال معايا تقريبًا من 5 سنين أو حاجة، ومرّة كان جاي الشغل ولقيت علامة زرقا في عينيه. فبصراحة أنا كنت يعني إيه curious إن أنا أسأل، يعني أنت إيه اللي في عينك ده؟ فقال لي: "ده أنا ابني امبارح مش عارفة كنت باقول له إيه، لأ على حاجة يعني وضربه." طبعًا أنا بصراحة يعني أنا كنت قاعدة باسمع القصة وأنا عندي ذهول، وما كانش عندي أي رَد، يعني حقيقي ما كانش عندي أي رَد، لإن ده زمان وهو تقريبًا كان من سِنّي يعني، فأكيد هو طالع على نفس القِيَم والمبادئ اللي إحنا كُلّنا طالعين عليها، اللي هي بتاعة زمان. فإن أنت تعلِّم ابنك إن أوكي، عادي إن أنت تضربني كأب وهو عنده 5 سنين أو 6 سنين، أنت كده بتدّي له رخصة إن ده عادي، إن أنت ممكن تضرب باباك أو تضرب صاحبك في المدرسة أو تضرب حد تاني برّه أو. فبصراحة أنا مش عارفة يعني هل الناس دول بيقروا، بيتعلّموا، فاهمين؟ لإن حتى مش هاقدر أقول عليهم حافظين زي ما باقول في كل فيديوهاتي، لإن يعني ما لهاش دعوة بالحفظ والفهم، هي لازم تكون عندك وعي، يعني وعي. الناس لمّا بيجيبوا أطفال لازم يكون عندهم وعي إن الطفل ده محتاج إن هو يتربى.
في ناس كتير أنا باسمع كتير أوي جملة ولادنا اللي بيربونا، الجملة دي غلط جدًا على فكرة، وبتعصّبني لمّا باسمعها من حد. ما فيش حاجة اسمها ولادنا اللي بيربونا، المفروض إن أنتم تبقوا عارفين يعني إيه التربية الصح ويعني إيه التربية الغلط. علشان حتى لمّا زمان كمان لمّا كنا بنسمع أهالينا إن هُم بيربونا التربية دي أو التربية فيها قسوة أو فيها شدة، علشان يبقوا متطمنين علينا، لإن في الآخر كل الناس وكل واحد في الدنيا هيموت ويسيب ابنه أو بنته، يعني في الآخر هتسيبيهم لوحدهم في الدنيا، فلازم تعلموهم الصح والغلط قبل ما تمشوا، ودايمًا بيبدأ من وهُم أطفال، ما تخافوش تقولوا لأ لأطفالكم، دي حاجة على فكرة مش وحشة، أنتم كده بتنفعوهم مش بتضروهم. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، واستنوني في فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر.